السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وفي أفضل حال. ربنا يرزقكم جميعا من واسع فضله ويرضيكم قادر كريم يا رب العالمين. النهاردة بقى فيديو جديد وروتين جديد وشمس يوم جديدة، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف احنا هنعمل ايه حبايب قلبي. أول حاجة هقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والمغفرة والرحمة والستر والصحة والسكينة يا رب العالمين. يا رب ارحمنا برحمتك يا رب العالمين، ويسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا يا رب العالمين، واصرف عنا الضيق والهم والحزن قادر كريم يا رب العالمين. بصوا حبايب قلبي، النهارده بقى انا هعمل معاكم انا مبدئيا كده. بقالي كتير ما اشتريتش فول، خلاص بقالي كتير بجد ما اشتريتش فول، يمكن من ساعة رمضان. فمن يومين كده انا بعت ابني ايه، قلت له يا مازن انزل اشتري ايه ب10 فول و10 عجينة. والله يا بنات انا لقيت معلقة في الكيس، معلقة فول كده زي كبشة في الكيس. انتوا فاهمين قصدي ايه ده؟ قلت له يا مازن انا قايلك ب10، قال لي والله يا ماما ده ب10 و10 عجينة. فانا قلت لا بقى، قومي يا بنت اتصرفي بقى، قومي ابهريهم. فعملت ايه يا بنات؟ دمست فول بطريقه بسم الله ما شاء الله يا بنات. بصوا، يمكن من احسن الطرق اللي انا عملت بيها الفول هي الطريقه دي. مبدئيا كده حبايب قلبي، انا معايا كيلو فول. خلاص، حطيت على الكيلو فول بولة صغيرة كده قد كوباية بالظبط قمح. عارفين القمح؟ حطيت عليه على الفول كوباية قمح، وحطيت عليه برضو يا بنات كوباية حمص الشام. خلاص، جبت بولة ونقعت فيها القمح مع الحمص لوحديها، ونقعت الفول لوحده ليلة كاملة من بالليل قبل ما ادخل كده انام. نقعته، وتاني يوم قمت بدأت بقى انفذه يا بنات. عملت ايه بقى؟ بعد ما دلقت المية اللي انا نقعته فيها وغسلته غسلة متينة، حطيتهم على بعضيهم، وبعدين سيبت بقى عليهم الحنفية. واي فولة على الوش كده اعرفي ان هي مسوسة من جوه مش حلوة، شيليها. فاهمين قصدي؟ المهم يا بنات، شلت بقى الفول الوحش كله، وبعدين ايه، علقت عليه ميه من الحنفيه، مش ميه سخنه ولا حاجه. وعايزه اقول لكم انتوا هتشوفوها دلوقتي، روعه روعه الروعه. عملت ايه يا بنات بقى؟ بعد ما غسلت الفول قمت عامله ايه، قمت حاطه ميه من الحنفيه في الحله اللي استلس. انا مش عندي دماسه يا بنات، في الحله اللي استلس ديت اللي انتوا شايفينها، وعلقت عليه. حطيت معاه طماطميتين و 4 معالق عدس اصفر، 4 معالق عدس اصفر مع طماطميتين عشان صغيرين. وحطيت معاه ليمونتين بقشرهم. خلاص يا بنات، واللهم صل وسلم وبارك. بصوا بقى، بعد ما قعد على النار حوالي ايه 4 ساعات، بس اول ما غلي كان الاول على نار عالية، اول ما غلي شمعة كده، عارفين شمعة، نار هادية جدا، طلعت الفولة بالشكل اللي انتوا شايفاه ده. خلاص، طب تعالوا بقى نقول المقادير تاني. ده كيلو فول، عليه كوبايه، عارفين كوبايه الشاي ديت حطيت فيها ايه، حطيت فيها قمح. وكوبايه، ونفس كوبايه الشاي حطيت فيها حمص الشام، ونقعتهم من بالليل للصبح. والصبح غسلتهم، حطيت الاتنين على بعض وغسلتهم، وبشرت عليهم جزرايه كبيره مبشوره، حطيت عليهم طماطميتين، حطيت عليهم يعني عارفين زي كوبايه شاي صغيره كده عدس اصفر. خلاص، وغسلت كله مع بعض يا بنات، وايه، وحطيته في الحله اللي استلت زي ما انتم شايفينها كده. وحطيت بقى معاهم ليمونتين بقشرهم يا بنات، ولا مرر ولا اسود، ولا مش قادره اقول لكم على الجمال، مش قادره اقول. المهم يا بنات ايه، قمت وسبته بقى على النار ياخد ويدي بشكل ودي مع نفسه. التوابل بتاعتي، حطيت معلقه كركم، انا بص بقول لكم حاجه بالتفصيل. معلقه كركم، معلقه بابريكا، ومعلقه صغيره سكر. خلاص، كركم، بابريكا، معلقه صغيره سكر، لا اكتر ولا اقل، وحياة ربنا يا بنات. بسم الله ما شاء الله يا بنات، طلع لي كميه الاكياس اللي انتوا شفتوها ديت، متهيألي بتاع 10 12 كيس. بس انا عايزه اقول لكم يا بنات ان الكيس انا عملت منه روعه طبعا، بس عايزه اقول لكم ان انا عملت منه، انا حسيت ان انا كيست كتير. ليه بقى؟ لقيت يعني احنا كلنا الطبق كله، وفي طبق تاني فوض. انتوا فاهمين يعني، طلع لي طبقين. فانا قلت يا ريتني كنت قللت شويه. فقلت بعد كده اللي انا هاخده افكه، لان انا هشيله في الفريزر. قلت اللي انا هاخده افكه، هفك نص الكيس واشيل التاني مجمد. انتوا فاهمين قصدي؟
بصوا شايفين يا بنات الجمال؟ جربيه بنفس طريقتي كده، حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك، فاخر من الاخر وحياة ربنا يا بنات، احنا اللي عاملينه واحنا اللي غاسلين، حاجة كده زي الفل. دي كانت وصفة الفول النهاردة يا بنات. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، ولو لسه ما اشتركتيش وأمانة عليك اللايك. وبشكركم جدا جدا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآخر كلامي أن الحمد لله رب العالمين.